بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحة واحسن حال ان شاء الله. معاكم نسمة من قناة من بيت نسمة. طبعا ازيكم بقالنا كتير قوي ما صورناش ولا عملنا فيديوهات كده، طبعا يعني بسبب التعب. كلنا عارفين الفترة اللي فاتت دي متهيألي كل الناس كانت تعبانة، صغيرين وكبار واطفال، بصي كله يعني حتى العيال يعني اللي في المدارس ما كانوش ملاحقين. فربنا يحوش البلاء دون عننا كلنا ويشفي كل مريض يا رب. تعالوا بقى نعمل شوية حاجات كده النهاردة، نتنشط كده ونعمل روتين حلو قوي هيشجعكم ويفتح نفسكم كده على الشغل. من اكتر الحاجات اللي هي يعني ممكن تحس ان البيت فاضي خالص من غيرها، مفهوش اي حاجه خالص، هو العيش. يعني متهيألي البيت لو مفهوش عيش بتحسي ان هو فاضي، ما فيهوش اي حاجه خالص خالص من حاجه البيت نهائي يعني. فالعيش من الحاجات اللي هي الاساسيه لكل بيت، يعني حتى دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه دون. بعد غلاء الرز بتلاقي الإقبال على العيش يعني زاد الضعف تقريبا. في ناس بتبقى عاشقة العيش، يعني حتى لو في رز في محشي في اي حاجة تقولك لا طب انا عايزة عيش برضو. وفي ناس لا، بالنسبة لها العيش ده يعني حاجة كده نسبية، يعني موجود مش موجود ما بيفرقش معاها كتير. بس في الوقت الحالي بقى بعد الغلا اللي حصل ده للناس كلها وفي السلع كلها، فبيبقى العيش ده حاجة أساسية جدا والناس كلها اتجهت له بطريقة رهيبة. يعني حتى الطوابين العيش اللي هي بتاعت الحكومة أو الخاصة أو كده، كان الأول ممكن تلاقيهم يعني مش بتبقى زحمة ولا عليها ناس كتير أو كده. فدلوقتي لأ، يعني اما كيلو الرز كان وصل 19 جنيه وبعدين 16 18، يعني في الرينج ده كده متهيألي مقلش عن 16 تقريبا كده. فبالنسبة لناس عايشة عليه او كده فغالي جدا، لان كيلو الرز برضو مش بيقضي حاجة لو اسرة كاملة او عيلة مثلا او كده، فبيبقى بالنسبة لهم غالي جدا. لما تجيب 2 كيلو ولا كيلو 2 ونص او كده. ومش كل الناس بتجيب رز يعني ايه شكاير بامكانها ان هي تجيب كميه كبيره، لا في ناس بتشتري بالكيلو او كده. انا نفسي لما كان غالي، يعني لما كان وصل 18 جنيه كده تقريبا، بجيب بالكيلو، بجيب 2 كيلو 3 4 كده، على قد الاستعمال. الاساس ان انا قلت ان هو هيرخص وهجيب، بس للاسف طبعا هو عمال يغلى على الاخر. فتعالوا بقى هنعمل عيش طاري النهارده. وهنعمل حاجات تانية كتير بقى. حط لايك كده للفيديو وكومنت حلو منك كده. طبعا كنا الصبح بدري يا دوبت انا مشيتهم كده على المدرسة وجريت جاري، قلت يا دوبت عشان الحق. كان اليوم بتاعي مشغول جدا ومليان حاجات كتيرة قوي. وكمان كنا لسه طحنين بقى، فانا ايه حبيت اجرب الدقيق الجديد ده، جميل جدا جدا بصراحة. انا بحب الدقيق قوي في البيت، بس بعمل منه كل حاجة. طحنت الغله واللي هم الحبه اللي هم بيبقوا بيض قوي دول، عينتهم على جنب كده، ما خلطتهمش بدقيق تاني، سبتهم. قلت ايه دول للكيكه، ما اعمل فطير، اعمل قرص، اعمل اي حاجه بدل ما اشتري برضو. كيلو دي كنت بجيبه ب10 جنيه. عايزه اقول لكم ان هو قبل ما كان يبقى ب10 كان بيبقى ب6 جنيه يعني. والله العظيم انا مش عارفه الناس الله يكون في عونها، يعني انا مش عارفه الاقيها منين ولا منين. المهم يعني ايه، فاخر مره جبته كان الكيلو برضو عامل 16 ونص تقريبا. فانا محبتش بقى ان انا اخلطهم خالص، لان هو بيبقى دي زيرو. بيبقى حلو قوي وبيبقى يعني ابيض من الدقيق اللي انا بشتريه جاهز من بره في اكياس. بس انا بحاول يعني لما وانا بشتري دقيق من بره بشتريه الدقيق الحلو اللي النوع بيبقى حلو متعدد الاستخدامات، بس تكون نوعيه كويسه وحلو. بس ده برضو يعني انا بطحنه في المكنه بيبقى ابيض قوي. فحبيت بقى ان انا مخلطهمش بالدقيق كله، فعنته كده عشان اعمل بوم الحاجات يعني وكده. المهم بقى كنت جايبه عدايه طماطم كمان. قلت اما اسويها. دلوقتي الطماطم رخيصة جدا، يعني الكيلو ب5 جنيه، رخيصة. فبصراحة هو خزينها دلوقتي، يعني خزيني بقى دلوقتي، هاتي كده وخزيني وما تخافيش خالص. بس اهم حاجة تاخدي بالك منها، ان الطماطم وانتي بتجيبيها ما تجيبيش الطماطم اللي هي البلدي الفلاحي اللي هي مدورة. لا دي مش هتعمل معاكي كمية خالص، وهتهدر منك كتير، لاني
بتبقى الميه فيها كتيره جدا، ومش بيبقى فيها لحم من جوه خالص. حتى لو انتي بيبقى متهيألك كده ان الطماطمية مدورة وحلوة ومالية مركزها كده، فلا لما بتيجي تسويها بتبص تلاقيها هدرت معاكي جامد وفيها نسبة مية كتيرة جدا. طيب ايه نوع الطماطم اللي ممكن نجيبه لو هنخزنها؟ تعمليها صلصة، تعمليها تقلية، تعمليها معجون طماطم بس مش صلصة ولا حاجة. هي الطماطم البلح بصراحة دي احلى نوع تجيبيها ان انتي تخزنيها، تعمليها صلصة ولا تقلية ولا معجون بس طماطم. على العموم انا هعملها معجون بس، مش هعملها صلصة ولا يعني ولا هعملها تقلية. اللهم صل على سيدنا محمد. المعجون احسن، بيبقى احلى، بتستعمليه في كل حاجه كل حاجه. يعني ممكن تطلعي كيس الطماطم تعمليه صلصه كشري، تعمليه تقليه للمحشي، تعمليه بصي صلصه لاي حاجه. فهو ايه، لانه هو كيس معجون انت بتشكليه براحتك. كنت زمان بعمل صلصه واعمل تقليه واعمل طماطم بس كده معجون بس مش صلصه يعني. طب هي ايه المعجون؟ المعجون دي اللي هي الطماطم اللي بتسويها بس، مش بتبقي حاطه عليها زيت ولا حاطه عليها اي حاجه خالص. انما الصلصه لما احنا بنفرم الطماطم ونسيبها تستوي وتبخر الميه اللي فيها كلها، بترجعي تحطي بيها تطشيها بالزيت كده تاني. فلا دي انا مش عايزه صلصه خالص، فانا عايزاها معجون وانا اشكلها براحتي. كمان عايزه اقول لكم ان الطماطم البلح هترمي معاكي كميه كبيره جدا. يعني الطماطم دي عملت معايا اكياس كتير قوي، وكمان معجون تقيل جدا وحلو قوي. احسن طريقه للتسويه ان انت تنضفي الطماطم تغسليها، وكمان تحطيها على النار تستوي، ما تفرميهاش في الخلاط الاول وبعد كده تصفيها وتحطيها في الحله كده. مع كل فرم اصلا انت هتحطي ميه، فهي الطماطم فيها كميه ميه رهيبه. يعني انا هوريكم دلوقتي لما نخلص الميه اللي سردتها الطماطم. فلا احسن حاجة. وكمان لما تستوي الطماطم كده هتسرد المية اللي فيها وهتفرميها بالمية اللي فيها كمان. يعني انا هاخد من كل شفشق كده خلاط، هاخد شوية من الحلة شوية مية كده، مشي الدنيا بيهم، مشي الخلاط بيهم كده. فيبقى انا ضربت بالمية بتاعت الطماطم نفسها، ما حطيتش مية من الحنفية. وكمان المية اللي فايضة دي انا هصفيها وارميها. كمان عشان اسرع عمليه التسويه، يعني ما تقعدش طول اليوم معايا. آه، يبقى احلى طريقه يعني للتسويه هي ديت، ان انت تحطي الطماطم وبعد كده تضربها في الخلاط، ومش هتهدر معاكي كتير. يعني حتى القشر لما تيجي تضربي الطماطم مش هتطلع قشر كتير زي ما تكون هي نيه، هتطلع معاكي قشر كتير يعني. كمان تبقي نقي الطماطم بقى تبقى حمرا كده وحلوه. بلاش الخضر يعني، او لو انت اشتريتيها لقيتي فيها اخضر كتير قعدها كام يوم كده. طبعا ما تخافيش عليها خالص في السقعه ديت يعني. قعدتها يوم 2 3 بالعكس، يا ما تقعد هتحمر اكتر وتديكي صلصه كده لون جميل جدا. مش حمرا، يا تحطي بنجر يا تحطي صلصه من اللي هي الجاهزه بقى، كيسين ولا حاجه يحمروا لك الدنيا وتبقى حمرا وحلوه. بس من رايي انا بلاش البنجر لانه بيغير طعم الطماطم قوي. يعني اللي الناس اللي هي بتتذوق كده وعندها حاسه التذوق شويه، البنجر بحس ان هو بيغير طعم الطماطم، بيديها طعم كده، فانا ما حبيتش ده خالص. فببقى حريصه قوي ان انا انقي الطماطم حمر قوي. حتى لو مش حمرا بقعدها عندي يوم 2 3 لحد ما تحمر. كل يوم اقعد ابص عليها اقلبها بتاع فالاقيها حمرا، فاروح عاملاها كلها. المهم بقى خلاص حطيناها على العين. طبعا الحله الكبيره دي انا حطيت فيها العدايه كلها، خدتها كلها بدل ما انا اقسمها على كذا حله. يعني بشوف ناس كتير قوي عامله البوتاجاز كله على 3 4 عيون كده حاطه فيهم طماطم. فبصراحه لا، الحله الكبيره اللي هي مقاس 40 دي خدت عدايه الطماطم كلها. زي ما انتوا شفتوا كده، فالحمد لله يعني. فبلاش نعك الدنيا حوالينا وتعملي كام حلة ونبهدل الدنيا يعني. خلاص طبعا انا حطيتها بقى تستوي.
على ما انا اخلص خبيز وكده واطلع تكون هي استوت، يعني عشان ننجز ونعمل. طبعا كلنا عندنا اولاد في المدارس وبيبقوا جايين من المدرسه بقى، اللي عايز يغير، اللي عايز ياكل، اللي عايز هنا يروح درس وبتاع، فبنبقى مشغولين جدا ومش فاضيين. فهم فرصتنا في الشغل اللي هو بيبقى شغل جامد قوي ده، بياخد وقت ومجهود كبير جدا ده، هي فرصتنا الوحيدة اللي هم وهم مش موجودين، يعني الكام ساعة اللي هم بيبقوا فيهم برا البيت دول، هم دول فرصتنا الوحيدة. طبعا برضو انا يعني بجيب عيش برضو، يعني ساعات بروح الطابونة عشان اجيب عيش، لان انا معايا بطاقة تموين وكده، فبجيب بيها بتوفر عليا برضو بقى في العيش البلدي ده. في اكلات بينفع العيش البلدي، بصوا بتبقى رهيبة رهيبة ملهاش حل. بصوا كانت حبايب قلبي، انا عامله فيديوهات للخبيز قبل كده كتير، ففي تعليقات بتجيلي كتير قوي قوي عليهم، ان انا ليه ما بخبزش على المطرحه، يعني ما يعني كل الفيديوهات الخبيز اللي بشوفها لا، يقول لك هو انت بتعملي بايدك ليه؟ طب ما تعملي على المطرحه. انا اول مره اشوف حد بيخبز بايديه مش بيعمل على المطرحه. انا اول ما اتعلمت الخبيز كنت بتعلم على المطرحه دي. والله بجد كنت بجيب كولين دقيق كده بشتريهم، آه، واعجنهم واقعد اعملهم كده على المطرحه لحد ما ما اتعلمت الخبيز. انا علمت نفسي بنفسي، الخبيز ده بالذات انا علمته نفسي بنفسي كده، ما حدش علمني خالص. كنت اقعد اعملهم كده على المطرحه ومرق العجين خالص عشان يمشي على المطرحه. وبصوا يعني مش عيب والله ان انا اقول لكم كده، الواحد فعلا ما بيتعلمش بالساهل وما بيتعلمش، يعني كل حاجة عايزة مجهود عشان تتعلميها. فالمطرحة كانت بتهدر مني وقت كتير قوي، يعني ممكن كام رغيف كده كنت اقعد فيهم طول النهار، بياخد مني وقت جامد. فلا انا بقيت اجرب على ايدي، وخصوصا ان امي ربنا يديها الصحه بتخبز على ايديها، عمتي كانت بتخبز على ايديها، كل اللي انا اعرفهم كانوا بيخبزوا على ايديهم. فقلت بقيت اجرب، مره يطلع حلو، مره يطلع مطول كده عامل زي الفينو، ومره يطلع بصوا يعني ما يطلعش خالص اصلا، مره يطلع يعني ملوش ملامح خالص، لحد الحمد لله الحمد لله بقيت بخبز على ايدي. في ناس كتير بتستسهل المطرحه دي، بس انا بصراحه دراعتي عايزه صحه صحه من حديد كده، انك تبقي قويه كده وايه، مازنجر في نفسك كده. فلا انا بتقرب اكتر للايد، بخلص في ثانيه وبقوم يعني. آه كنا بنخبز انا وعمتي قبل كده، وهي يعني حبت المطرحه اكتر، هي كانت عامله العيش مرق خالص، انا اصلا جيت اخبز معاها ما عرفتش يعني، وهي قعدت تخيل عليا وتقول انت مش بتعرفي تعملي، وانت ما بتعرفيش اصلا تخبزي وكده يعني. فبقول اقول لها البتاع اصلا سايب خالص، انت بتعرفي تمسكيه ازاي؟ انت عارفه اصلا ان انت ترقيه كده وتمسكيه ازاي؟ مش عارفه. فطبعا بقى هي بخبرتها يعني فانا مش زيها اكيد، بس انا عايزه اقول لكم بجد والله العظيم ان الواحد لما بيتعلم انت بتنفعي نفسك، بتنفعي بيتك، بتنفعي يعني معيشتك، دي حياتك انتي. فاتعلمي كده وتنصحي وما تتكبريش، يعني كون ان انتي ما انتش عارفه حاجه تعمليها ما تستكبريش تسالي او كده، لا الحاجات دي ما فيهاش استكبار خالص. كلنا بنتعلم، وفي حاجات اصلا احنا لسه لحد النهارده مش عارفينها، فمش عيب خالص. بصوا بقى الطماطم خست خالص ازاي، كل دي بصوا. انا عايزه اقول لكم على حاجه انا ما عملتهاش في الفيديو، بس بصراحه هي دي كانت اول مره ان انا اعملها. الطماطم دي انا طفيت عليها كده وسبتها لما بردت، يعني دفيت كده شويه خالص، وصفيت الميه كلها اللي في الطماطم. وبعدين خدت الطماطم بقى الجسم نفسه اللي هو ايه الجسم الطماطم، بس أنا مش فاكره اصلا دلوقتي، بس ايه انتوا فاهميني صح؟ صفيت الطماطم وخدت الطماطم اللحم نفسه وهو اللي فرمته، وبقيت اخد شويه ميه صغيرين بس عشان امشي شفشق الخلاط كده من الميه دي. رميت الميه دي كلها بقى، وعشان ما انا مش عايزه ميه تاني اصلا، يعني عايزه اقول لكم ان هي قعدت تاني على النار ما قعدتش ربع ساعه كده، لان انا اصلا صفيت بقى الميه كلها، ما فرمتهاش في الميه دي كلها اللي كانت ايه فايده منها، فعشان كده ما خدتش مني وقت خالص. بصوا هنا انا كنت بقى طفيت عليها سبتها تبرد كده مع نفسها على ما اعمل الغدا. تعالوا بقى هنعمل صينيه بطاطس جميله قوي تحفه.
انا هنا قطعت الفرخه وكنت نقعيها بليمون وخل. لازم الفرخه تتغسل كويس جدا وتنقعيها شويه بليمون وخل كده هيشيلوا ريحه الزفاره منها. بشوف ناس ما بيغسلوش الطماطم بعد الفراخ بعد ما تتقطع، لازم تنغسل لازم. ولما تنقعيها في خل وملح وسن الكمون، الكمون بيدي الفراخ طعم حلو قوي، بيشيل الزفاره منها هو والخل والحاجات دي. ماشي. انا هنا قطعت بقى البطاطس. بص، عشان البطاطس كانت عريضه شويه، فالحلقات بتاعتها لو استوت على الحل ده وانا عملتها مدوره يعني، فالبطاطس هتطلع معايا مهريه. فانا كانت كل شريحه مدوره وكنت بقسمها لاتنين عشان تطلع معايا بالشكل ده لما تستوي، يعني تفضل بشكلها محتفظه بيه ما تنهريش. هنا بقى قطعت بصلايه شرايح كده، حطيت عليها ملح وفلفل وكمون يعني صافي وشوية زيت كده. طبعا صينية فراخ يعني زيت، مش بحب اعملها بسمنة خالص، يعني الزيت بيبقى بصراحة احلى ليها وبيديها كده طعم احلى من السمنة بصراحة. وبابريكا وكده. دهنت البصلايه بالحاجات دي الاول كده وعجنتهم ببعض الاول، وبعد كده دعكتها في البطاطس دعكه حلوه كده محترمه. طب انا ليه عملت كده؟ علشان البصل لما بتحطيه منه ني كده في البطاطس بيدي طعم يعني طعم مش حلو، وريحه البصل، انت عارفه ريحه البصل بتبقى مش حلوه قوي لما تسيبيه شويه. فانت لما بتدعكي البصلايه الاول بملح وفلفل اسمر، حتى لو دعكتها بملح وفلفل اسمر بس ما حطيتيش مثلا بابريكا ولا حطيت اي توابل من الحاجات دي مش عندك مثلا او كده، الملح والفلفل الاسمر لما تدعكي بيهم البصل وخطوه حلوه قوي، وبرده هيديكي طعم حلو نفس الطعم برده والله. لو انت ما عندكيش يعني اي توابل تانية من اللي احنا بنحطها. فهنا بقى انا حمرت الفراخ كده الاول، اديتها صدمه كده الاول، وهبدا احطها على البطاطس. وكمان حطيت قطعت كده قرن شطه حامي. طبعا انتوا عارفين صينيه الفراخ بالبطاطس دي ما كانش فيها لسعه حمو كده يعني مش بتتاكل اصلا، يعني اللسعه دي اللي بتديها طعامه وحلاوه بقى. انا هنا بقى حطيت بقى الرجول والجناح والرقابي. بصوا كان شويه حاجات عندي كده في كيس لوحدهم، طلعتهم بالمره بقى، قلت ايه اعملهم مع العيال بيبقوا يحبوا ياكلوهم يعني وكده، وبصراحه هم بيبقوا طعمهم حلو قوي في صينيه الفراخ دي. انا اديتها الصدمه دي. ممكن تعمليها ني في ني، ما تستغني عن التشويحه اللي انا عملتها دي، بس التشويحه دي بصراحه بتدي طعم حلو بقى. تعالوا اما نعمل الصلصه التانية. هنا انا حطيت في الخلاط طماطمايه، يعني مش طماطمايه واحده، يعني 4 طماطمات مثلا كده، وقطعت بصلايه برضو، وحطيت سنه توم كمان لو انتي، وحطيت سنه نص قرن شطه كمان. هحط بقى عليهم ملح بكمون بس، والله ما حطيت توابل تاني، حطيت ملح وكمون تقريبا فلفل اسمر بتهيألي بس. قلبتهم كويس قوي. لو المعجون بتاع الطماطم اللي في الخلاط ده وان تقيل ممكن تزوديه بشويه ميه كمان، يعني مج ميه او نص مج ميه كمان، لان احنا طبعا مشوحين الفراخ وعاملين كل حاجه، فمش هيبقى فيه ميه، او حتى لو هي سردت في الفرن مش هتسرد قوي يعني، لان مفيش فيها سوائل كتير. خلاص. بصوا هو المعجون هنا كان تقيل، فانا بعد ما قفلت كده وخلصت فرحت بصراحه فاتحه تاني وحطيت ملو مج ميه كده، يعني عملته، حطيت عليه سنه ملح وفلفل اسمر كده، ورحت حطاه. ليه؟ لان معجون الطماطم كان تقيل قوي، فانا ما كنتش حباه، لانه لما بيبقى تقيل قوي كده بيفضل زي ما هو كده على الفراخ، فانا ما كنتش حباه يبقى كده. انا كنت حباه يعني عشان لما تيجي تاخد وش وكده يبقى الوش بتاعها حلو. هنا بقى بعد ما قفلت وكده افتكرت ورحت فكه الدنيا برضو تاني، وحطيت المج الميه اللي قلت لكم عليه. جربيها والله العظيم هتعجبك جدا. تعالوا بقى اما اوريكم الطماطم بتاعتنا بعد ما انا صفيتها. بصوا شايفين حمراء وجميله جدا وتقيله ازاي، ما فيهاش ميه، لان الميه انا شلتها رميتها، صفيتها وشلتها رميتها. بكرر تاني عشان بس ما تتعبيش نفسك وتضربيها في الميه. كمان هنا بقى رديتها للحله تاني، بس رديتها من غير زيت، ما حطيتش زيت يتقدح، وحطيت الصلصه فيه. لو انت عملت كده يبقى انت كده بتعملي صلصه، انا هنا بعمل معجون مش بعمل صلصه. بسم الله ما شاء الله، يعني الحله يعني نصها هون
تقيل جدا مفيهوش ميه. امتى تطفي عليها؟ لما الصلصه تقلبيها وما يبقاش فيها ميه خالص. انا هنا هديت عليها بقى وسبتها تستوي براحتها على ما اتغدينا، وغسلت المواعين وشطبت المطبخ وكده وظبطت الدنيا، كانت هي استوت، ما خدتش وقت خالص. ليه؟ لان انا مصفيه الميه. لما تصفي الميه مش هتاخد منك سوا كتير. وكمان الطماطم انا ما حطيتش عليها بنجر، وبسم الله ما شاء الله شايفين حمرة وزي الفل يعني. كمان بقى ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا البرد مخليني بصوا مش عارفه اتنفس اصلا. كمان لما تعينيها وهي متبططه كده الاكياس بيبقى احسن. ليه؟ عشان لما بتعوزي حته صغيره ممكن تكسريها من الكيس وبيبقى الكيس زي ما هو، تحطيه في الفريزر تاني. انما الصلصه بالذات ما بحبش اعينها في علب، ما بحبش اعينها في اكياس تبقى مكعوره كده في الكيس. يبقى لو عشان عايزه حته يبقى مضطريه ان انا اسيب الكيس كله ويبقى سايب عشان اعرف اخد منه. لا، لما تبططيها كده بتاخدي منها تكسري منها حته كده على قد استعمالك بس. كمان بقى الناس اللي هي الفريزر بتاعها صندوق كده زيي، انا كنت جايبه السبت اللي هوريه لكم دلوقتي اللي انا هحط فيه الصلصه. ده جايباه من السوق من عندنا، في بنوته كده بتيجي تقعد ببلاستيكات وحاجات من دي. بصوا هي مش دايما بيبقى معاها كل حاجه حلوه يعني، مش دايما. بس في حاجات فعلا كده بتبقى رخيصه ونينجا بتستعملها كتير. فالسبت دون كنت جايباه منها ب7 جنيه ونص تقريبا. حلوه قوي، جبت منها اكتر من واحد. بحطهم كده في الفريزر، احط فيهم السمنه، احط فيهم مثلا الواحد للمانجا والجوافه بقى والحاجات دي السبيتايه. بحطهم فوق بعض كده، بصراحة بينظم الدنيا قوي. للناس اللي هي الصندوق الفريزر بتاعها بيبقى اللي هو الصندوق ده بينظم الدنيا، تبقى عارفة السبت ده فيه ايه والسبت ده فيه ايه، بدل ما بتبقى كل حاجة سايحة كده على بعضها والحاجة بتلزق في بعض كده يا عيني، واحنا اللي بنحتاس وبصوا يعني بنتبهدل والله. فكده احسن طريقة. الواحد هاتيلك بقى كام سبت منه كده ورخيص يعني. السبت ب7 جنيه يعني مش اللي هو غالي ولا اي حاجة. شايفين بقى الصلصة ما شاء الله في الاكياس حمرة خالص وجميلة. اتشجعوا كده وما تكسلوش من الساعة دي، وخزنوا بقى قبل ما تغلى. كمان بقى دي كان الغدا خلاص بقى. اتفضلوا معانا، ده كان فيديو النهاردة كده بسيط. اتمنى تشجعوني بقى.